مشاهدينا الكرام، إليكم التشكيلة المتوقعة للجزائر استعدادا لكأس العالم 2026. لكن قبل البدء في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد. العد التنازلي بدأ والأنظار كلها تتجه صوب ملاعب المونديال، حيث يستعد محارب الصحراء لكتابة فصل جديد من فصول المجد الكروي في كأس العالم 2026. هذه المرة القصة تختلف تماما، فنحن أمام نسخة جزائرية تمزج بين خبرة الحرس القديم وطموح المواهب الشابة التي انفجرت في الملاعب الأوروبية. المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يبدو أنه استقر أخيرا على الهوية التكتيكية التي سيعتمد عليها، حيث نرى في حراسة المرمى صراعا شرسا على الرقم واحد بين أليكسيس قندوز وأنطوني ماندريا، بينما الخط الدفاعي بات يشكل جدارا من الثقة بقيادة المخضرم عيسى ماندي، وإلى جانبه رامي بن سبعيني، في حين يمثل ريان أيت نوري القوة الضاربة على الرواق الأيسر كأحد أفضل الأظهرة في العالم حاليا. وبالانتقال إلى معركة وسط الميدان، نجد أن الحركية هي العنوان الأبرز، بوجود أسماء مثل هشام بوداوي وإسماعيل بن ناصر اللذين يمنحان التوازن بين الدفاع والهجوم، بينما يظل حسام عوار هو العقل المدبر الذي يربط الخطوط بلمساته السحرية. لكن الإثارة الحقيقية تكمن في الخط الأمامي، حيث يعيش المنتخب طفرة هجومية مرعبة، فبين خبرة القائد رياض محرز وسرعة محمد الأمين عمورة يبرز اسم أمين غويري كقطعة ناقصة في هجوم الخضر، دون نسيان الوجوه الجديدة التي بدأت تفرض نفسها بقوة مثل إبراهيم مازا وأمين شياخة الذين يمثلون النفس الجديد للمنتخب. إنها تشكيلة مرعبة على الورق، لكن التحدي الأكبر يكمن في الانسجام وتطبيق أفكار بيتكوفيتش، خاصة في المباريات الودية القادمة ضد غواتيمالا والأوروغواي، التي ستكون الاختبار الحقيقي لقياس مدى جاهزية المحاربين لمقارعة الكبار في المجموعات المونديالية. فهل نحن أمام الجيل الذهبي الذي سيتجاوز إنجاز البرازيل 2014 ويصل إلى أبعد نقطة ممكنة في تاريخ المشاركات العربية والإفريقية؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بكشف الأسرار، لكن الأكيد أن الجزائر لا تذهب للمشاركة فقط، بل تذهب لتزأر في ملاعب أمريكا وكندا والمكسيك. لا تنسوا الاشتراك والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل جديد.